الجيش المصري جيش مرتزقه ومستاجرين، وكل المجندين اللي فيه مجندين اجانب مش مصريين. مصدري ايه؟ عارضه الازياء اللي عينيها ملونه دي. تمام. الجزء ده هو الجزء الاول والخاص بالنوبه. النوبه العليا والسفلى وما بعدها من اراضي هي اراضي مصريه وسكانها مصريين يتحدثون اللغه المصريه ويتبعون الديانه المصريه ويلتزمون بالاعياد ويلبسون الملابس المصريه. عارفين الكلام ده بقى ينطبق على مين؟ ينطبق على الأسرة ال25. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني الأسرة ال25 مش كوشية وكوش بقى احتلت مصر بقى وهي والكلام ده كله؟ مفيش حاجة في قاموس الدنيا دي اسمها حضارة كوشية أصلا. الأسرة ال25 هي أسرة نوبية مصرية حكمت مصر بعد انقسام مصر إلى 3 قطاعات بعد سقوط الأسرة ال24، ووحدت مصر والمصريين بدون أي معركة. ولما حصلت الخناقة ما بين الأسرة ال25 وحامية حكام الأقاليم المتنازعين. انت شكلك لسه مصدوم ومش مصدق صح؟ تماثيل الأسرة ال25 لابسة لبس مصري ولابسة تيجان مصرية، والتماثيل مصنوعة بالطراز المصري وواقفين نفس وقفات التماثيل المصرية. لا 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 لا، هات دليل تاني. تمثال الملك طهرقة لابس فيه الدقن المصرية وقدامه الكوبرا او الافعى المصرية برضه. حتى في الجداريات هويته ولبسه نفس الكلام ده، حتى هو شخصيا بيتكلم مصري وديانته مصرية. يا حول الله يا رب. طب مش يمكن هو وابوه وعيلته واولاده وكل الاسرة دي كلها بتقلد المصريين عادي يعني؟ لا لا لا، فكوكوا منهم. تعالوا بقى نشوف اثارة الحضارة الكوشية العريقة. ايه ده يا ابني ده؟ اهرامات مصريه ومعابد للديانه المصريه ومكتوب عليها بالهيروغليفي، حتى الرسومات اللي مرسومه عليها بنفس النمط المصري. لا 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 لا, لا انا مش قادر، انا خدت الصدمه. الخلاصه بان النوبه واهلها بكامل امتدادها مصريين وهويتهم مصريه من الاف السنين. وكان الشباب النوبيين المهره والاقوياء كانوا بيتجندوا في الجيش المصري زيهم زي اي مصري علشان يحموا اراضيهم ويؤدوا واجبهم الوطني. عمرهم ما كانوا مرتزقه او مستاجرين. ومملكه كوش ما هي الا كذبه حديثه اضافت الى التاريخ. فكون ان حد يضيف النوبه بتاريخها العريق بامتدادها الواسع لحاجه اسمها كوش او حضاره كوشيه، ده في حد ذاته اهانه احنا لا يمكن نسمح بيها ابدا. استنوني في الجزء الثاني الخاص بالجنود الليبيين المستاجرين اللي بتقول عليهم برضه. يلا اقعدوا بالعافيه.